تخيل تكون حاجز تذكرة قطر وكل حاجة تمام، بس فجأة خطتك اتقلبت رأسا على عقب لأنك قررت تأجل سفرك أو تغير ميعادك أو حتى تلغي الرحلة خالص. في الحالة دي بتكون فاكر إن فلوس التذكرة راحت خلاص، لكن الحقيقة إنك تقدر تاخد فلوسك من تاني بس بشروط هقولها لك. لو قررت ترجع التذكرة قبل ميعاد القطر ب 48 ساعة هيتخصم منك 25% بس من قيمتها، و75% هيرجعوا لك. بس لو رجعتها قبل الميعاد ب 24 ساعة الخصم هيزيد شوية ويبقى 50%، لكن برضه نص المبلغ بيرجع لك. أما لو حصل موقف خارج عن إرادتك زي إن القطر يتأخر تأخير كلي وما يتحركش، ساعتها ليك الحق تسترد التذكرة كاملة من غير ما يتخصم منك مليم. نفس الكلام لو التكييف بايظ من محطة تحرك القطر، أو لو العربية اللي أنت حاجز فيها اتبدلت بعربية أقل في المستوى. هنا تقدر تاخد فرق السعر بشرط إن رئيس القطر يثبت الواقع. يعني من الآخر الفلوس مش بتضيع عليك لو عارف حقوقك، كل اللي عليك إنك تلتزم بالمواعيد وتعرف الحالات اللي تقدر فيها تسترد المبلغ أو جزء منه. ودايما اطلب إثبات رسمي لو حصل أي تغيير في الخدمة، وساعتها حقك مش يروح.